بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خدتكم النهارده كده في جولة في المركز التجاري. اعمل لكم ريفيو على المنتجات اللي انا صورتها النهارده، ونعمل فلوجايه مع بعض كده ونشوف احنا اشترينا ايه وجبنا ايه. اول حاجه خدت جوله في المركز التجاري يا جماعه، اللي هو موجود في اجا. الناس اللي محيطه كلها بمركز اجا عارفه المركز التجاري كويس، وعارفه ان هو فيه كل الحاجات اللي ممكن العروسه تحتاجها، بحيث ما تلفش ولا تدوخ، فبحيث تجيب اللي هي عايزاه كله من مكان واحد. دي يا جماعه اطقم الشاي والجاتوه، صورتها كانت جميله جدا ولفتت نظري وعجبتني جدا، اشكال والوان. حاجات كان شكلها جميل جدا وكانت حلوه. واللي جنبها ده طقم شوربه، بوله كبيره وست مجات كده للشوربه او سلاطين او اي حاجه. اطقم جميله جدا برضو، كذا نوع برضو اهو. واطقم اكروبال اللي جنبها ده، معلش التليفون ما كانش بيحب الازاز كان بيلمع، فما كانش بيصور ما بيجيب التصوير كويس يعني. خدنا جولة جميلة كده واتفرجنا واشترينا وبسطنا جدا. دي يا جماعة اطقم شربات، اللي هي كاسات ومعاها قارورة تحط فيها العصير. يعني هو سبق الطقم ده 7 قطع، 6 كاسات ومعاه قارورة زي طقم الشربات زمان اللي كنا بنجيبه بقى. بس طوروا فيه بقى الايام دي، عملوه بالمنظر ده كده. بدل اللي كنا بنسميه زمان اللي هو الشفشق بتاع العصير، لا عملوا بقى الحاجات الجميله دي. من الحاجات اللي عجبتني جدا جدا في المركز التجاري ده اطقم تسالي يا جماعه. طقم التسالي ده اللي بتحط، اللي هو العروسه بتجيبه، بتحط فيه التسالي وتقدمه للضيوف. لب سوداني، مكسرات، اي حاجه هي عايزه تحطها بتحطها. ممكن تحط في عين منهم شوكولاته كمان، ويبقى بحيث ان هو يجمع كل حاجه مع بعضها. طقم جميل جدا ومن الحاجات اللي عجبتني. خدنا بقى بريك كده، قلنا نشرب عصير، لفينا كتير. خدنا العصير عند الاير فاير اللي هي الكهربائيه. رجعت بقى صورت تاني الصواني وجمالها. تشكيله صواني تحفه تحفه تحفه. اكتر من 30 صنف صواني، كلهم اجمل من بعض. صواني تقديم العروسه بتجيبها. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا جدا برضو طقم حلل جرانيت تحفه. وقفت امامه يعني مده اتفرج عليه. حلو جدا، عجبني جدا جدا. خامته تقيله وجميله، ده طقم جرانيت تحفه. اطقم البهارات بقى وجمالها، اكتر من 50 موديل لأطقم البهارات. حاجات جميله جدا جدا، اشكال والوان. لفتت نظري جدا اطقم البهارات. على فكره كل ما اروح المركز التجاري تستوقفنا اطقم البهارات. طبعا العروس اللي بتجيب الحاجات دي يا جماعه، احنا ستات كبيره، الحاجات دي ما تنفعش معانا، العروسه هي اللي بتجيب. لو بتجيب اتنين، واحد تحطه كده زينه وواحد تستخدمه. الله على اطقم البهارات وجمالها يا جماعه في المركز التجاري اللي في اجا. اي حد في مركز اجا يروح يتفرج مش هيندم ان هو راح المركز التجاري. الميزه كمان في المركز التجاري ان كل حاجه جنب مع بعضها، يعني حتى لو انت ناسيه حاجه بتشوفيها بتفتكريها. اطقم كتير جدا جدا البهارات، واشكال والوان واسعار مختلفه. بس هما اسعارهم يعني متفاوته، من اول 500 جنيه، 700، 900، 1000. في منتهى الرقه والشياكه والجمال. التصوير مش باين حلاوتهم لان الازاز بيعكس كمان الضوء، فمش باين جمالها. هم على الطبيعه كمان اجمل واجمل. اطقم البهارات كانت جوله جميله واستمتعنا بيها، اتمنى تكون عجبتكم. ودي الحاجات اللي اشترناها وكيسناها طبعا وخدناها في العربيات عشان نعبيها بقى ونروح. الجوله جميله حبيبي، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.